مساء الفل، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض وصفة سهلة قوي، هي تشيكن بوب كورن. تشيكن بوب كورن من الحاجات اللي الاطفال كلها بتحبها وموجودة جدا في مطاعم الفرايد تشيكن. ودايما بيطلبوها. احنا هنعملها في البيت بطريقة سهلة وطبعا اقتصادية. هنا عندي نص كيلو فراخ بانيه، صدور فراخ يعني. انا بقطعها مكعبات صغيرة. انا عشان اظبط التقطيع معايا انا بسيب الاول الصدور او الفراخ في الفريزر حوالي نص ساعة عشان اقدر اقطعها بحيث ان هي تكون مظبوط التقطيع بتاعها معايا. هنزل عليها بقى بالتوابل، عبارة عن بابريكا، توم باودر، بصل باودر، وملح وفلفل. بس دي التوابل اللي هحطها على الفراخ بتاعتي. التشيكن بوب كورن بتبقى مش بتحتاج توابل كتير، هي بتبقى مقاسها صغير، فلو كترتي التوابل فيها مش هتبقى ظريفة، يعني هتحسي ان هي توابل واخدة توابل، فاحنا عايزين نحس بطعمها اكتر. وهنزل عليها كمان بمعلقة مستردة ومعلقتين زبادي والملح والفلفل، وهنقلبها كويس قوي مع بعض لغاية لما نتأكد ان المكونات كلها امتزجت. وهسيبها في التلاجة ساعة. ممكن جدا ان انتي تشتغلي بيها على طول، هي مش بتحتاج وقت كبير في التتبيل. هدخلها التلاجة بقى ساعة. هنا معايا الدقيق بتاعي. الدقيق هنزل عليه برضو بنفس التوابل اللي انا تبلت بيها الفراخ، يعني هنزل عليه بملح وفلفل والثوم الباودر والبابريكا والبصل الباودر. بس اهم حاجة ان احنا واحنا بننزل بالتوابل ان احنا ننزل بكمية كويسة بحيث ان القشرة يكون ليها طعم، يعني اللي ياكلها يحس كده بطعم القشرة ان هي ليها طعم، مش مجرد ان هي دقيق. وكمان هنزل عليهم بمعلقتين كبار من دقيق الذرة. دقيق الذرة بيديها بقى قرمشة قوية جدا. دقيق الذرة معروف ان هو في التحمير بتاع الفراخ او البانيه او كده بيدي قرمشة. ممكن تستبدليه بنشا، بس انا بحب دقيق الذرة ان هو بيديني قرمشة قوية جدا للفراخ. دول معلقتين دقيق الذرة، وبرضو ما نزودش عشان ممكن يغمق معايا القشرة شوية. وهقلب بقى المكونات دي كلها مع بعض، وانزل عليها بقطع الفراخ الصغيرة اللي احنا تبلناها، وهقلبها كويس قوي في الدقيق. طبعا هننزل بقى بكمية على قد ما تقدري، يعني على قد ما الصينية اللي انت حاطه فيها الدقيق تاخد، علشان ما تاخدش منك وقت في الكفر بتاعها، وياخد منك وقت وانت بتعملي الكفر. بعد كده معايا بقى طبق فيه مية باردة، ولو انت الجو المطبخ عندك حر ممكن تحطي فيه كمان مكعبين 3 تلج، وهننزل فيها بالفراخ وبعدين نطلعها تاني في الدقيق والخلطة بتاعت الدقيق اللي احنا عاملينها، وهقلبها تاني. المفروض في الخطوة دي ان انا بحمر على طول، بس انا عشان كان معايا لسه كمية تانية فانا سبتها ركنتها في طبق وحمرتهم مع بعض. هنا انا كنت خلصت الكمية بقى، بنزل فيها بزيت غزير. وبعد ما الزيت يغلي بتنزلي بالكمية بتاعتك خالص، مش لازم ننزل جزء جزء، لان كده كده الكمية الفرق الفراخ حجمها صغير فمش هتبرد الزيت معانا. وهننزل بقى بالكمية بتاعتنا، وتقدري بقى تقدميها مع صوص باربيكيو، مع مايونيز وكاتشب، تعمليها سندوتشات، تعمليها جنب رز مكرونة. ده كان فيديو النهاردة، يا رب يعجبكم. ولو عجبكم الفيديو لايك وسبسكرايب للقناة.